ملكة النمل بتنتج 10 مليار بيضة كل يوم، ولما يجي وقت الولادة تتهز بوسطها وتدخل أوضة الولادة. النمل بسرعة يروح جنب البقرة عشان يجيب لبن للمولودين الجداد، وبعد كده يحطوا اللبن اللي جابوه في ببرونات ويقفلوها بحلمات. دفعة تروح الغيط تحصد الدرة. الأول ينشروا عيدان الدرة، وبعدها يستخدموا عربيات دفع عشان ينزلوا الدرة واحدة واحدة، وبعدين يبتدوا ينقلوها. دفعة تانية تبدأ تجمع البسلة. نملة واحدة تفتح قرن البسلة على طول، والنمل اللي تحت يمسك الحبوب واحدة واحدة. الكل شغال بكل طاقته عشان يخزن أكل للمولودين الجداد. وكمان سرقوا تلاجة من بيت بني آدم عشان الأكل ما يبوظش. في الوقت ده الملكة بتولد مليارات البيض بسلام. الدكتور يبتدي يقيس وزن كل بيضة، وبعدها الممرضة تزق بيض النمل على أوضة النور تحت ضوء قوي. صغار النمل يفقسوا واحد ورا التاني، وبعدين يجي وقت الاستحمام. صغار النمل ينطوا في البسين واحد واحد، وبعد الغسيل ينشفوا نفسهم بفوط الحمام. ولمنع قرص الناموس يحطوا بودرة على صغار النمل، وبعدها يلبسوا لهم حفاضات ويدخلوهم على السير المتحرك. والممرضة واقفة جنبهم كمان بتدي صغار النمل لبن. وفي الآخر النمل الذكور يزقوا المولودين الجداد عشان ياخدوا بركة الناس. الكل بيبقى فرحان جدا لما يشوفهم، ولأن الملكة ولدت عدد مهول من الصغار الكل فخور بيها.